مشاهدي قناة الأنبار الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة والأمن والأمان لشعبنا العراقي في كل مكان. ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية وصورة. اليوم حكايتنا وصورة اللي ننقلها من معلم من معالم مدينة الرمادي، اللي يدلل على روح الإصرار والتحدي لدى أهل الأنبار ولدى إدارة محافظة الأنبار. هذا المعلم أو هذه المؤسسة أو هذه البناية هي تلامس حياة الناس والمواطنين وخاصة المرضى منهم. بالتأكيد واضح اليوم حلقتنا من مستشفى الرمادي التعليمي في مدينة الرمادي. هذا المكان أو هذا المعلم أو هذه المؤسسة الصحية اللي تم تدميرها بالكامل تدمير شامل، لم تسلم من تأثير العمليات الإرهابية، وكذلك بعدها من أثناء عمليات التحرير من قوى الشر والظلام. أصابها ما أصابها من الدمار والتخريب الشيء الكثير، بحيث كنا نتوقع أنه هذه المستشفى لا يمكن إعادتها ولا يمكن أن يكون فيها إعمار في نفس المكان، ولكن التحدي موجود، والحمد لله تم إعادة إعمار هذا المكان أو هذا المستشفى اللي هو مستشفى الرمادي التعليمي بجهود الخيرين في إدارة المحافظة وكذلك في دائرة صحة الأنبار، ممثلة بجهود الدكتور خضير خلف شلال مدير عام دائرة صحة الأنبار، وكذلك إدارة هذه المستشفى الممثلة بالدكتور عامر جهاد مدير مستشفى الرمادي التعليمي وكل الكوادر اللي عملت والشركات المنفذة. اليوم نريد نسلط الضوء على هذا المستشفى ونشوف الحلة الجديدة اللي لبسها، ونشوف شنو اللي حدث لهذا المستشفى، شنو الصورة الجديدة اللي ممكن تخدم أهالي الأنبار والرمادي، وخصوصا مثل ما ذكرت أنه هذا المكان هو يلامس حياة الناس وخصوصا المرضى منهم. برنامج حكاية وصورة دائما معكم، لا تقولوا بالصورة، خليكم ويانا. أحبتي المشاهدين، نتواصل في هذه الحلقة اللي هي مثل ما ذكرت بالتقديمة في مستشفى الرمادي التعليمي في مدينة الرمادي. هذا المعلم أو هذه المؤسسة هي أحد معالم التحدي والإصرار عند أهالي الأنبار وعند إدارة المحافظة، وخصوصا في الجانب الصحي ممثل بدائرة صحة الأنبار وإدارة مستشفى الرمادي، لأن هذا المكان أو هذا المعلم وهذه المؤسسة تم تدميرها تدمير كامل، بحيث أخرجت من الخدمة على يد عصابات داعش والعمليات العسكرية اللي نالت ما نالت من هذا المستشفى. لكن بروح الإصرار والتحدي الحمد لله نشوف المستشفى وبعد افتتاحها قبل فترة على يد إدارة المحافظة. اليوم احنا جايين نريد خلال برنامجنا نريد نشوف هذا الواقع الجديد لهذا المستشفى، وننقل هذه الصورة ونشوف شنو المتغيرات، شنو اللي دخل لهذا المستشفى، وأحلى مكان بحيث يكون متنفس ويلامس حياة الناس وخصوصا المرضى. الناس الفقراء دائما نأكد ما لهم ملجأ إلا المستشفيات الحكومية. أريد اليوم من خلال لقائنا مع الدكتور عامر جهاد مدير مستشفى الرمادي التعليمي، أهلا ومرحبا بك دكتور برنامجنا. أريد توجزنا يعني بالصورة الجديدة الحلة الجديدة اللي لبسها مستشفى الرمادي التعليمي بعد إعادة إعماره وتأهيله بشكل جديد. ان شاء الله نتشرف بكم والله. طبعا انتم تعرفون انه يعتبر مستشفى الرمادي التعليمي من اكبر الصروح الطبيه على مستوى العراق وخصوصا مستوى محافظتنا الانباري. يعني قبل دخول داعش والعمليات الارهابيه كان يقدم خدماته 100% للمواطنين ولا توجد مشاكل هناك، ولكن اثناء دخول داعش والعمليات الارهابيه والعسكريه اثناء التحرير تم اخراج المستشفى بالكامل بالحقيقه يعني عن الخدمه. وعند عودتنا إلى محافظة الأنبار تم العمل بالمواقع البديلة، لكن هذه المواقع البديلة يعني خدمتها مقارنة بالخدمة الرئيسية مالت المستشفى مو أكثر من 25 إلى 30%.
مشينا احنا بالمواقع البديله، سدينا يعني الحد الادنى من الاحتياجات للمواطن الانباري، ولكن ان شاء الله بعد اعاده تاهيل المستشفى واعادته الى الخدمه وتم استلامه من الشركه المنفذه في ذلك الوقت بحضور السيد رئيس البرلمان ومحافظ الانبار والسيد مدير عام دار صحه الانبار المحترمين، بالضبط بتاريخ 28/2/2023 تم اعادته الى الخدمه بالكامل. حقيقة تم توسعة أجزاء كبيرة منه عن الماضي، حيث كانت الأسرة في ذلك الوقت كان عدد الأسرة 400 سرير. أثناء حلته الجديدة وسعناها ل 460 سرير، وفنيا وصل لحد 500 سرير إن شاء الله. العناية المركزة في ذلك الوقت كانت لا تتجاوز أكثر من 4 إلى 6 أسرة، وكانت معظم الكبرى هذه في محافظة الأنبار. تم توسعتها حقيقة هذه بإشراف من السيد مدير عام دار صحة الأنبار، أصر أنه لازم العناية المركزة نوصلها أكثر حد يخدم المجتمع الأنباري. وصلناها 20 سرير كل أجهزتها يعني، وحاليا ما عندنا مشكلة بها. بالإضافة إلى صالات العمليات، بالفترة الماضية كنا نعمل ب5 إلى 6 صالات يعني بالموقع البديل، أما الآن 14 صالة عمليات جراحية عندنا، بما فيها صالات التخصصية، وبحيث يعني العمل مستمر ليل نهار في أداء العمليات الجراحية بضمنها العمليات الباردة والعمليات الطارئة. بالحقيقة تم إعادة افتتاح وحدات تابعة لمستشفى الرمادي التعليمي، من ضمنها مركز الحروق، اللي كان هذا مشكلة أنه ماكو مركز حروق محافظة الأنبار والرمادي بالأخص. الديلز الدموية، وما أدراك ما الديلز الدموية، كانت هناك يعني مشكلة أنه الأجهزة قليلة، المريض ما ياخذ حاجته. تعرف انت مريض العزل الكلوي وهذا لازم يعني يعتمد على الله اولا ثم على هذه الاجهزه. تم افتتاح قسم جديد سميناه مركز الرمادي لامراض وزرع الكلى، الان به ما يقارب 33 جهاز يقدم الخدمات على مدى 24 ساعه للمواطن. هذا دكتور بنفس البنايه مال المستشفى؟ هذا تابع لمستشفى الرمادي التعليمي، بس بالقريب على مستشفى الحمامات القديم يعني. تم استحداث شعبة جديدة، يعني خلينا نقول مو استحداث وإنما توسعة الأشعة القديمة يعني، بإضافة بناية ملحقة لها، وتم توسعة الفحص المغناطيسي الرنين المغناطيسي والمفراس. حاليا احنا بس مستشفى الرمادي التعليمي عندنا 2 أجهزة رنين 2 مفراس تشتغل على مدى 24 ساعة. قبل كانت العدد محدود، جهاز مفراس ثم ادخل جهاز رنين، وكانت المريض ينتظر اشهر واشهر حتى يوصل السره يعني. هسه تقريبا خلال يعني 2-3 هو فاحص، مخلص فحصه ومستلم التقرير مالته ويرجع على طبيبه المرسل له الفحص. يعني توجد اجهزه متطوره دخلت؟ طبعا طبعا الاجهزه كلها متطوره. تدري انت الاجهزه كلها دمرت هاي دمرت يعني. فمن صار انه اعاده تاهيل المستشفى، هذه الاجهزه بالحقيقه مو على الشركه، هذه الاجهزه تم تجهيزها من قبل دائره صحه الانبار وباشراف مباشر من الدكتور خضير. يعني الجهاز ما يستلم قسم الصيد الا الدكتور خضير اول شيء يجري دراسه جوده والنوعيه يعني، وياخذ راي المختص يعني ابو الرنين المفراس ياخذ راي هو عنده اختصاص بالرنين المناص، ابو العمليات ياخذ راي ابو العمليات. حتى ما يجي جهاز هو احنا بس بالاسم جهاز بس هو ما يقدم خدمه يعني، فيجي جهاز حسب متطلبات الوضع الحالي اللي احنا نعيش فيه وحسب المواصفات العالميه. ولازم انه قبل ان نستلمه الاخصائي المعني في ذلك الجهاز يكون يعني موافق عليه يعني، حتى ما يصير انه هذا جهاز مو زين او كذا وهو يتحمل المسؤوليه الاخصائي اللي طلب هذا الجهاز يعني. لان تدري هو يعني معلوماته احسن من عندنا في الموضوع هذا، انا جراح احسن من عندي يعني، يعرف شنو الادوات السياسات اللي يحتاجها، ابو التخدير يعرف شنو الجهاز اللي يريده، ابو العنايه المركزيه يعرف شنو الجهاز اللي يريده، وهكذا يعني. فجت لي الاجهزه مطابقه للمواصفات العالميه حقيقه يعني. دكتور، يعني دائما شلون نقول الكتاب يبين من عنوانه، اهم شيء بدايه دخول المستشفى هو الطوارئ. نعم. صار تطوير في عملكم من خلال قسم الطوارئ وتعاملكم مع المرضى؟ بالضبط. الطوارئ بالحقيقه يعني احنا جينا موضوع الطوارئ، احنا تدري المستشفى حسب الكشف الاستشاريين المهندسين لازم يرجع على اساسه الاولي يعني. فرجعنا احنا الطوارئ للنظام القديم يعني اللي بوقتها من فتح المستشفى ب 83-84. اثناء العمل بالطوارئ يعني تدري انت مرات اثناء العمل تكتشف اخطاء يعني تكتشف اشياء، شفنا المكان غير مناسب، لانه تدري احنا يعني المستشفى هذا انفتح ب 83-84 لما كان تعداد الانبار كلها مو اكثر من نص مليون يعني، العراق كلها في ذلك الوقت كانت 13 مليون.
هسه الانبار تقريبا 2 مليون. فشفنا السعه الاستيعابيه لهذه الطوارئ الحاليه ما هو مناسبه بصراحه يعني. فالمدير العام امر بانه استحداث طوارئ جديده، فوسعناها الطوارئ، وان شاء الله خلال اسبوعين احنا راح نفتح الطوارئ الجديده يعني، بحيث حتى ما يصير عندنا اي ازدحام او اي لود بالدخول الطوارئ. هذه ان شاء الله خلصنا من عندها يعني، لا الله سهل. بقيه الاقسام كلها ان شاء الله احنا مسيطرين عليها يعني، من اشعه، من فحوصات رنين، من صالات عمليات، من رقود، يعني الطوابق كلها تشتغل بالكامل. 6 طوابق عندي تشتغل بالكامل بالاضافه لطابق السرداب الارضي يعني. فما عندنا مشكله، المصاعد شغاله، التبريد الحمد لله والشكر زين، الامور يعني الامور احسن. تدري يصير هفوات يعني مرات على مستوى البيت الجديد تطلع لك شغلات منا ومنا يعني، نقوصات اغلاط، بس وياها نصلح ان شاء الله. اكيد اكيد. عندكم افكار جديده ممكن يعني يتطور يستمر نقول التطوير والله بكل الاقسام يعني، إيه. خصوصا احنا حياه مرضى يعني، امراض مثلا مهمه، القلب، جماعه الكلى، يعني نعم. العمليات الكبرى بمختلف هذه نعم، هسه من ضمن المشروع ان شاء الله اللي يعني ينفتح عن قريب ان شاء الله، وناخذ موافقه وزاره الصحه، مشينا بالخطوات كلها وباشراف من الدكتور خضير والدكتور خميس سعد، افتتاح مركز امراض وزرع الكلى، زرع الكلى داخل الرماد يصير ان شاء الله. يعني كملنا كل المتطلبات الاداريه، اخصائيين عندنا، الامور مترتبه، صارت عمليات موجوده بالمركز، فان شاء الله يعني نتخلص من سفر مواطن الانباري الى الشمال الى بغداد لاجراء نقله نوعيه ان شاء الله يعني. ان شاء الله كملنا الامور كلها يعني، ما بقى الا الشيء القليل يعني، يعني بقت اعمال ورقيه، بقى بس انه يعني كملنا احنا اخر قرار انه حيصدر من وزاره الصحه بفتح المركز يعني. من يفتح المركز ان شاء الله احنا بنايه موجوده، صالات عمليات موجوده، اطباء اختصاصيين موجوده، عندنا اطباء اختصاص كلى موجود، وعندنا جراحين موجودين، وان شاء الله نبدا بعمليات زرع الكلى. انا اتصور اذا بدينا منها حتى لو نهايه السنه بعمليات زرع الكلى، اعتبر هذه خدمه يعني ولا بالاحلام يعني. اكيد انه هاي يعني هي تدري زرع الكلى موجود بكردستان وبغداد وقسم من المحافظات الجنوبيه، ماكو الانبار ما بها زرع كلى، او يروحون للهند مثلا، او يروحون طبعا خارج القطر للهند وما ادراك يعني من هاي السفريات يعني. ان شاء الله احنا راح نرتب الامور هنا ان شاء الله. مركز امراض وقصره القلب ان شاء الله، ان شاء الله عن طريق ايام ان شاء الله، اسابيع يتم افتتاحه يعني. هم استلمنا البنايه، بقى بس الجهاز ان شاء الله الوزاره تدز لنا اياه يعني، هي كملت الاجراءات الاداريه ونستلمه ونبدا ان شاء الله شغله قصره القلب والشرايين ان شاء الله. طبعا هذه بشاره وسبق صحفي نقول إن شاء الله. للبرنامج. واحنا دائما، انا واحد من الناس اقول احنا العقول عندنا، اطبائنا اكفاء، ما نحتاج الا انه ندعمهم بالاجهزه المتطوره، والدليل هو حالات يروحون مثلا للهند، التشخيص الطبيب العراقي نفسه يعني يتفاجئ، لكن يخون الجهاز. لا احنا ان شاء الله احنا ككفاءه علميه موجوده عندنا، ما عليها غبار، والطبيب العراقي معروف بكفاءته العلميه يعني. تبقى تدري انت محافظه مرت باشواط من العمليات العسكريه والارهابيه، فان شاء الله احنا هسه ان شاء الله ماشيين بالخطوات الصحيحه ان شاء الله. هو دائما اهم شيء تكون الخطوه الاوليه صحيحه، وما يترتب عليها سوف يكون صح 100% ان شاء الله يعني. نتمنى لكم الموفقيه لان عملكم يلامس حياه الناس، وخصوصا الناس الفقراء اللي ما لهم غير الله سبحانه وتعالى، ثم المستشفيات الحكوميه بصراحه. ان شاء الله فموفقين ان شاء الله. بارك الله فيكم. نتشرف بكم ان شاء الله، مساء نتشرف بكم. الدكتور عامر جهاد حسين، مدير مستشفى رمادي التعليمي.
أحبتي المشاهدين، نتواصل في البرنامج في مستشفى الرمادي التعليمي، وطبعا انتقلنا إلى أو راح ندي بقسم الأشعة. وأنا دا أشوف احنا يعني أثناء ما تركنا السيد مدير مستشفى الرمادي والتقينا به، فعلا المستشفى يعني لابس حلة جديدة، ونشوف هذه يعني بصراحة من السقوف الثانوية إلى الجدران إلى الأرضية، المستشفى يليق بأهالي الرمادي. خلي أشوف مهندس ليث إذا عنده فشي يضيف لنا للبرنامج، ينورنا بأمور المستشفى واللي طرأ على مستشفى الرمادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يعرف يعني بعد الدمار اللي حصل بالمحافظة والمستشفى تقريبا تهدمت يعني بالكامل، فكان من الصعوبة أنه يعني كنا ميسين أنه ترجع حقيقة نفس هاي المستشفى، لكن بجهود الخيرين بالمحافظة وتوجيهات مباشرة من قبل الدكتور خضير خلف شلال قدرنا يعني أنه ننهض بهذا المستشفى من جديد وبحلة جديدة. والحمد لله والشكر. تم طبعا المستشفى كانت هي سابقا 400 سرير، حاليا صارت 460 سرير. العناية المركزة وحدة الاي سي يونت صارت 20 سرير. استحدثت أجهزة رنين ومفراس، فصار عندنا جهازين رنين وجهازين مفراس من مناشئ عالمية من شركات ألمانية وهولندية. كذلك يعني صالات العمليات حاليا 14 صالة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية من مناشئ عالمية وأوروبية، بعدما يعني تقريبا ضررت يعني نهائيا تدمير بالكامل، يعني تدمير شامل. أجهزة طبية كذلك انضافت للمستشفى. احنا حاليا قسم الأشعة اللي تشوفوه حاليا. شنو الأجهزة اللي انضافت؟ الدي آرات، نعم. أجهزة يعني الفحص عن سرطان الثدي، الماموغراف، فأجهزة يعني جديدة يعني من مناشئ عالمية ومواصفات عالمية وحديثة يعني 2022 2021، فكلها جديدة. وهسه تشوفون حاليا انتم بالوحدة الأشعة اللي من الوحدات المتميزة حقيقة بأجهزتها يعني بترميمها، خاصة انها هسه يعني توسعت، يعني صارت سابقا بس هذا الجزء اللي احنا بيه هسه حاليا توسعت للامام، فصار بها اجهزه اضافيه، صار بها وحدات اضافيه انضافت لها. فالحمد لله يعني الزخم قل على الاشعه بصوره يعني جدا كبيره، بعد ما كانت يعني هاي الاشعه عليها ضغط وزخم من قبل تدري يعني محافظه مراجعين، محافظه كبيره وسنتر رمادي والكل يجي يراجعها، لكن الحمد لله بعد التوسعه للاشعه حضرتك شوف يعني الوضع يعني كلش زين وما مسيطرين. نعم. الجانب المادي، التكاليف اللي تصير على المريض المواطن بأي مكان، مو فقط الأشعة، توجد يعني داخل المستشفى. نعم. يعني مجرد فقط الباص يعني اللي ياخذه ها هي، اما اذا يجي من الطوارئ مباشره يتحول مجانا يعني على الاشعه. اي نعم. اما فقط الاستشاريات بس مجرد الباص يمكن اعتقد 3000 دينار. اي فقط. كل هذه الاجراءات بقي كلها مجانيه طبعا مجانيه طبعا كلها المستشفى باقسام. نأكد على المستشفى ونريدها لانه حقيقه هذا للناس الفقراء اكيد لان طبعاً. المتمكن يروح للهند، يروح الاربيل، يروح لا كلها مجاني، اشعه مفراس رنين تحاليل كلها مجانيه بالمستشفى، فقط مجرد الباص اللي يدفع 3000 دينار يمكن المريض من الطب الاستشاريه فقط. خلينا نشوف الاشعه والاجهزه الموجوده ونصورها. تمام. شكرا. ان شاء الله. مرحبا. أحبتي المشاهدين، يعني ما زلنا في قسم الأشعة، وخلي أشوف مهندس فؤاد احكي لنا ينورنا عن هذا القسم، شنو الأجهزة المتطورة اللي دخلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بقناة الأنبار الفضائية في مستشفى الرمادي التعليمي، وأحب أن أنوه على موضوع الأجهزة الطبية وبالأخص حاليا في قسم الأشعة. الحقيقة بجهود الإدارة المحلية لمحافظة الأنبار ومدير عام صحة الأنبار وإدارة المستشفى المتمثلة بالدكتور عامر جهاد، حدثت نقلة نوعية الآن في مستشفى الرمادي في ناحية الأجهزة الطبية. الآن احنا في قسم الأشعة تم تطوير القسم إلى أجهزة حديثة تعتمد على نظام الديجيتال، النظام المتعارف عليه نظام الحاسوب الإلكتروني والرقمي. اعتمدنا حاليا نظام الواي فاي في أخذ الصورة الإشعاعية، واللي الحقيقة أنه هذا الموضوع حققنا به 3 نقاط مهمة. أولا حاولنا أنه نقلل الإشعاع الذي يعطى إلى المريض بأقل مما كان سابقا. كون سابقا كان المريض ممكن يعاد له الفحص مرة أو مرتين لسبب سوء المحاليل سابقا، وكانت الصورة الإشعاعية لا تظهر بالصورة بشكلها الحقيقي. الآن اعتمدنا حقيقة موضوع الواي فاي، أنه الصورة مباشرة تنتقل من الجهاز إلى الحاسب الإلكتروني ويتم معالجتها ومن ثم مباشرة طباعتها. هذا الموضوع أولا قلنا حماية للمريض، وثانيا وفر لنا الوقت. سابقا كان المريض يحتاج إلى من 10 إلى 15 دقيقة حتى بين ما ياخذ إشعاع وتطلع الأشعة مالته. هذا الوقت طبعا على 300-400 مريض صباحا مراجعين المستشفى يؤدي إلى يعني زخم كلش كبير. الآن الحمد لله خلال دقيقتين فقط أنه تنتقل الصورة إلى الحاسب، ومن ثم في كل حاسبة يمها طابعتين، طابعة احتياط وطابعة مباشرة خلال دقيقتين يستلم الفيلم. هذا وفر لنا عامل الوقت، بالإضافة إلى أنه قللنا التكلفة المادية، لأنه سابقا كنا نعتمد على نظام الكاسيت يكلفنا تقريبا بحدود ال2 دينار عراقي، ممكن معرض للكسر، معرض للسقوط، معرض يعني العطل. أما الآن فمباشرة استغنينا عن الكاسيتات، اعتمدنا مباشرة نظام الطابعات والفيلم يؤخذ مباشرة. حقيقة صار عندنا هسه كم هائل من الأجهزة الإشعاعية، لدينا الآن بحدود 8 أجهزة أشعة ثابتة تعمل بنظام البديل، بالإضافة إلى 6 أجهزة بورتبل متحركة تنتقل ما بين الإنعاش والعناية المركزة للمرضى الراقدين الذين لا يستطيعون جلبهم إلى الأشعة. مباشرة الجهاز ينتقل إليهم وتأخذ لهم هناك صور إشعاعية حسب الحاجة وحسب رأي الأطباء. الحقيقة يعني الآن هسه يعني تلاحظون الساعة 11 بدأ يقل الزخم. سابقا نبقى للساعة 12 الوحدة والمرضى لا زالوا على زخم كبير جدا. الحمد لله، وإن شاء الله في تطور، ونحن مقبلين على تطور أكثر إن شاء الله في مجال الأجهزة الطبية في المستشفى. إن شاء الله موفقين بعملكم. بارك بك، حياك الله، مرحبا. أحبتي المشاهدين، طبعا بعد ما تركنا هذا القسم وطلعنا بواحد من ممرات المستشفى، تشوفون وياي الصورة الجديدة لمستشفى الرمادي. فعلا الممرات بهذا الشكل الجميل اللي يليق كمستشفى، بعد تأهيله بهذا الشكل الجميل، وهذه السقوف الثانوية الأرضية، أرضية المستشفى، الجدران يعني تمكنوا من إعادته فعلا مثل ما نقول على الشركة. ونتمنى دائما إن شاء الله التطور والتقدم، وإن شاء الله تكون إضافات دائما لهذا المستشفى من خلال مثل ما ذكر دكتور مدير المستشفى دكتور عامر جهاد، انه توفير الاجهزه الحديثه للمستشفى، وان شاء الله تستمر هذه الحمله وهذه الجهود من اجل تقديم افضل الخدمات لمرضانا من مدينه الرمادي ومحافظه الأنبار.
أحبتي المشاهدين، احنا بقسم الرنين والمفراس. خلينا نشوف مهندس فؤاد يعني يوضح لنا شنو الأجهزة، شنو الأمور اللي تطورت بهذا القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قسم الرنين والمفراس هو من الأقسام المهمة والحيوية في مستشفى الرمادي التعليمي، ولقد حرصت إدارة دائرة صحة الأنبار بمديرها العام الدكتور خضير خلف شلال المحترم على تطوير هذا القسم، حيث تعتبر مستشفى الرمادي التعليمي من المستشفيات النادرة التي تحتوي على جهازين رنين وجهازين مفراس في نفس الوقت، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن. حقيقة لدينا الآن جهازين رنين، أحدهما فيليبس هولندي والآخر سيمنز ألماني، يعني من أرقى الشركات العالمية في هذا المجال. وأيضا لدينا مفراس فيليبس هولندي وسيمنز ألماني عن طريق تم جلبه عن طريق إعمار المستشفى مؤخرا. والحقيقة أنه تعرفون جيدا أنه كمية المرضى الراقدين والخارجين أيضا يصل عددهم أحيانا على الجهازين بحدود 200 إلى 250 مريض يوميا بين رنين ومفراس على الجناح العام والجناح الخاص، وهذا عدد طبعا كلش كبير. فإن شاء الله بالنية دراسة موضوع أنه نفعل مفراس ثالث قريبا إن شاء الله، بس تكمل الدراسة إن شاء الله. والحمد لله مسيطرين، يعني المريض ده ياخذ حقه ومستحقه من هذه الأجهزة ضمن الضوابط المعمول بها في مستشفى الرمادي التعليمي. إن شاء الله نشوف المستشفى بعد أكثر تطور يوم بعد يوم. إن شاء الله، إن شاء الله المستقبل القريب إن شاء الله كلش راح يعني يحدث تطور في هذا المجال إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يسلمك. أحبتي المشاهدين، انتقلنا لمكان آخر بمستشفى الرمادي التعليمي اللي هو قسم القلبية، وافتريت دا أشوف وضعيتها من كل الأمور، من أثاثها، من أجهزتها، من أسرتها. الحمد لله حقيقة الصورة اللي نشوفها مفرحة. نفرح جدا من نشوف أنه نوفر كل الأمور اللي تسهل للمريض، نقدم له أفضل الخدمات ابن الأنبار وابن الرمادي. طبعا هذه نقول الردها اللي بيها بعض المرضى من القلبية. خلي أشوف واحد من المواطنين، طبعا ما ألتقي بالمريض شوية إجهاد عليه، ما أريد أن ندخل عليه ونتعبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ايش وبركاته. يصير لك المريض؟ والدي. والدك الله يحفظه ان شاء الله الله يسلمك. ويشافيه ان شاء آمين يا الله رب. الشفاء آمين. العاجل. آمين يا رب. آمين. مستشفى الرمادي تدري بعد ما تدمر ونعاد تأهيله من جديد وعماره، انت كابن الرمادي ابن الانبار كمراجع شلون تشوفه؟ والله بصراحه يعني بدون اي مجامله. يعني شيء واحد العلاج، بس كأطباء أكفاء، كإدارة جيدة، أجهزة كلش جيدة وإدارة جيدة، ويعني بدينا نضاهي أربيل، ويعني مو كان من نروح الأربيل وسليمانية أو نروح المكانات حتى نعالج ببغداد أو كذا. يعني بتدري من بداية ال14 هاي الأحداث اللي صارت قمنا نلجأ للمريض ناخذه قبل للشمال أو فعلا احنا وصلنا لهاي المرحله. نعم 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 نعم، عند أطباء أكفاء، بس يعني نقص الأجهزة ونقص الان اشوفه يعني يعني المستشفى تأهل، نعاد تأهيله وبصورة صحيحة وإدارة جيدة. يعني أنا صار لي 6 أيام بايت ويا الوالد،
أكيد طلعت بصورة يعني التعامل اي شلون؟ بالضبط، الاطباء بصوره يعني بدون ما نروح تعال شوف انه يعني هم يجون ينطي العلاج بايده، المقيمين المقيمات بالنسبه للعلاج، بالنسبه يعني متابعه الضغط، متابعه الحاله المريض، التحليلات، يعني بصوره صحيحه واحسن من قبل، ويعني نقول بدايه ان شاء الله خير، مرحله خير ان شاء الله. يعني نقلة عن السابق. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء حقيقة تفرحني بهذا الله. الكلام. والله هذا طموحنا ونتمنى أكثر بعد أهلنا. انا اول يوم الصراحه اول يوم خليته مستشفى الصف ويا دكتور محمد مصلح، وديته قال لي دزني علي دكتور عامر صديقنا واخونا، فجينا هنا المستشفى يعني ما شاء الله عليه، يعني يكون كل شيء متوفر. غيرت الصورة. يعني كنت انا اتوقع انه ابقي لو بالصف ولو بالخاص الثاني، فشفت الاداره وشفت النظافه وشفت يعني حتى صورتها، حتى يعني نقلتها على وسائل التواصل الاجتماعي، شفت النظافه وشفت الأجهزة المتوفرة الحديثة. يعني هذا الجهاز شغال 24 ساعه، بحيث انه يطلع لك كل التفاصيل اللي بجسم المريض، من الضغط، من السكر، من حتى الدم اللي كنا هي الا نروح نسويها خارجي بتحليلات مرضيه خارجيه، هنا لا ما شاء الله كل شيء يتوفر واجهزه. قلت لك العلاجات فقط العلاجات هي باقيه شويه نعاني من عندها. تنحل من تنقر الموازنة، تندعم موازنة الصحة حتى يقدرون العلاجات. بالضبط، العلاجات المزمنة الا من الخارج، العلاجات المزمنة الا من الخارج، والحمد متوقفة على الموازنة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ونشكركم ونشكر القائمين. الله يحفظ مريضكم ويشافي. امين يا رب، يحفظ كل المرضى، يحفظ كل المرضى على راسي. أحبتي المشاهدين، طبعا أنا بهذا المكان مستشفى الرمادي حقيقة وبدون مجاملة، والله فرحان جدا، رغم احنا نتألم من نشوف صورة المريض، لكن هذا الألم ونشوف مستشفانا مستشفى الرمادي اللي تدمر بالكامل، تفاجأت وأشوفه بهذه الصورة. أنا بصراحة أول مرة أشوف المستشفى، يعني جينا كم مرة كله للخارج، أبد ما دخلت هنا بعد إعادة تأهيله. فعلا صورة مفرحة جدا ان نشوف مستشفانا الحكومي، لان احنا نأكد احنا عندنا مستشفيات اهلية راقية، لكن اللي يفرح بالموضوع انه هذا المستشفى الحكومي، لانه هذا يلامس حياة الناس الفقراء اللي ما عندهم امكانية يراجعون المستشفيات الاهلية، وهذا كان صوتنا عالي دائما نناشد ونطالب. الحمد لله فعلا انجاز، يعني نشوف المستشفى هذه الصورة تغني، يعني هذا الممر عبارة عن لوحة مو مستشفى، من النظافة، من الترتيب، من إعادة تأهيل وتأثيث بأرقى نقول الأدوات، من نطب للردهات دا أشوف مدى النظافة أهم شيء، يمكن الأسرة الراقية والحديثة والأجهزة اللي موجودة بالردهات المختلفة، وبدينا من المدخل إلى الطوارئ إلى الأقسام الأخرى. حقيقة هذه الصورة تفرحنا جدا، ونشوف الأجهزة اللي دخلتها إدارة صحة الأنبار وإدارة مستشفى الرمادي لهذا المستشفى أيضا مفرحة. نتمنى ونرجو إن شاء الله بعد أكثر وأكثر تطور، وما يفرحنا أكثر إضافة لهذا الإعمار الجميل، لهذه الصورة الرائعة، ووجود هذه الأجهزة الحديثة، يفرحنا جدا أن نشوف أو نسمع الثناء على المعاملة الجيدة من قبل الكوادر الطبية والصحية المختلفة، ونشد على الخيرين والناس اللي يتعاملون بلطف مع المرضى أو المراجعين، ونطلب من الجميع أن يكونون عد حجم المسؤولية وهم يتعاملون مع مرضى هم أهلهم وناسهم، يجي الشايب، تجي العجوز والطفل، ويتعاملون مع مختلف الشرائح. صورة مفرحة جدا نشوف مستشفانا بهذا الشكل الجميل.
أحبة المشاهدين، طبعا بداية نتمنى ونرجو من الباري عز وجل الشفاء العاجل والتام لكل مرضانا، وإن شاء الله الصحة والعافية للجميع. بهذا المكان وهذا القسم اللي هو قسم الإنعاش، ما أعلق ولا يحتاج إنه نحكي هواية. يمكن تشوفون وياي هذا المكان أو القسم المهم اللي يتعامل ويا الحالات نقول الصعبة للمرضى، قسم الإنعاش، وده تشوفوه بهذه الصورة. ومو بس النظافة، مو بس نقول الوضعية الجاهزة لاستقبال المريض، إلى الأجهزة، إلى الأثاث الراقي. أكيد نأكد على التعامل الطيب، دائما نأكد على هذه النقطة. نريد من كوادرنا الصحية والطبية بمختلف مسمياتهم يتعاملون مع مرضاهم، لأن هم أهلهم وناسهم، بشكل لطيف وودي، وأن يرفعون من معنوياته بتعاملهم الحسن والجيد. هاي نأكد عليها وهي موجودة إن شاء الله. حقيقة أيضا من الصور أو الملاحظة اللي انتبهت عليها بهذا القسم من دخلت له، حجم الهدوء الموجود به في هذا المكان. توفير مكان هادئ يناسب حاجة المريض اللي يدخل هذا المكان. وإذا نعيد الذاكرة نتذكر سابقا كان عبارة صراحة الإنعاش عوالك قهوة، الآن هذه حقيقة صورة مفرحة، نتمنى نشوفها دائما تستمر في هذا المستشفى وكل مستشفياتنا الحكومية من أجل تقديم أفضل الخدمات لمرضانا. أحبة المشاهدين، مثل ما شاهدتم معنا يعني هذه الحلقة من مستشفى الرمادي التعليمي في مدينة الرمادي، وهذه الصورة اللي نقلناها. وفعلا حقيقة يعني أنا فرحان جدا أشوف مستشفانا بهذا الشكل الجميل وهذه الحلة الجديدة اللي لبسها. ونتمنى أكثر بعد يتطور أكثر وأكثر، وتدخل بعد أجهزة متطورة تلامس حياة الناس ومرضانا. ونأكد على التعامل الحسن. بعد نطلب أكثر من أحبتنا من الكوادر الصحية والطبية، مو بس بهذا المستشفى وكل مكان. صورة مفرحة جدا، حقيقة جدا فرحان أنا أشوف هذا المستشفى بهذا الشكل. وفعلا هو صورة لروح الإصرار والتحدي لأهل الأنبار وإدارة المحافظة، أنه وصحة الأنبار بكوادرها قدروا يعيدون هذا المستشفى بهذا الشكل الجميل. أشكر تعاون الزميل العزيز في إعلام صحة الأنبار الأستاذ أنس قيس العاني اللي تعاون ويانا ووفر لنا كل التسهيلات. وشكرا لإدارة مستشفى الرمادي التعليمي ممثلة بالدكتور عامر جهاد، وشكرا للمهندس فؤاد اللي رافقنا بالجولة وأيضا سهل لنا تصوير هذه الحلقة، والمهندس ليث. تقبلوا تحيات الكادر المرافق المصور المبدع مصطفى النايل، وفي المونتاج المونتير المبدع والمتألق دائما عبد الله ماجد، وفي الجرافيك وسام جاسم. وتقبلوا تحيات الزملاء الأعزاء في البث والتنسيق في قناة الأنبار الفضائية، وتقبلوا تحياتي إلى أن ألتقيكم بحلقة جديدة من برنامج حكاية وصورة. أستودعكم الله وبحفظ الله ورعايته.